الفيروسات اللي بتنشط في فصل الصيف وبتأثر على الحيوانات اللي هو الجلد العقدي في الأبقار، ونموذج ومثال للفيروسات اللي بتنشط في فصل الشتاء الحمى القلعية. طبعا هنستنتج من هذا الكلام إن الفيروسات تعتبر أو مش تعتبر هي كائنات حية. طيب طالما كائنات حية يبقى لها احتياجات أساسية علشان خاطر تعيش، وفكرة العيشة هنا يعني بمفهوم البقاء، يا إما تحيا يا إما تموت. فمن ضمن الاحتياجات ديت بتحتاج درجة حرارة تعيش فيها، بتحتاج هواء تتنفسه، بتحتاج مية تشربها، بتحتاج غذاء تاكله علشان خاطر تقدر تعيش. مفيش أي كائن حي موجود على سطح الأرض بدون الاحتياجات ديت يقدر يعيش ويحيا. فلازم يبقى من ضمن الأساسيات ومن ضمن العناصر اللي بيحتاجها الكائن الحي عشان يعيش بما فيهم الفيروسات والميكروبات درجة الحرارة. وطبعا درجة الحرارة مهمة جدا طبعا علشان خاطر هي اللي بتحافظ على حرارة الكون في معدل معين، وبتحافظ على درجة حرارة جسم الكائنات الحية.